اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنعمل تقييم مبدئي لتليفون هواوي جي 8، احدث فابلت نزلته شركه هواوي، واللي متوقعين ان هو يحقق نجاح كبير جدا في السوق المصري في الفتره اللي جايه زي ما نجحت النسخه اللي قبلها جي 7. خليكم معانا. زي ما احنا ملاحظين التليفون حجمه كبير، وهي دي الفكره اصلا من عيله جي او الفابلت عامه. والحقيقه ان التليفون مواصفاته كويسه جدا وتصميمه حلو جدا. زي ما احنا شايفين الظهر بتاعه مصنوع من الميتال وعليه حساس الفينجر برينت، وهنا الكاميرا وجنبها الدول فلاش. من اليمين هنلاقي الزرار اللي بيعلي الصوت وبيوطيه او الفوليوم روكر والباور بutton، ومن على الشمال هنلاقي فتحه السيم كارد والميموري كارد. وهنا هتختار يا اما تحط 2 سيم كاردز او تحط 1 سيم كارد وميموري كارد، لكن مش هتقدر تشغل 2 سيم كارد والميموري في نفس الوقت. لو جينا نبص من فوق هنلاقي فتحه السماعات، ولو جينا نبص من تحت هنلاقي السبيكر وفتحه الشاحن. وهنا السبيكر اتغير مكانه على الجي 7 بعد ما كان في الظهر وبقى تحت، واحنا شايفين ان ده مكان افضل بكتير. لو جينا نبص على التليفون من قدام هنلاقي عليه طبقه ازاز 2.5 دي بتخلي الجهاز واخد شكل كيرفد شويه، وبتخلي ملمس الجهاز حلو جدا وبتديله كمان شكل انيق جدا. شاشه التليفون حجمها زي ما قلنا كبير، وهو 5.5 بوصه، مصنوع بتكنولوجيا IPS LCD، ودي بتخلي زوايا العرض بتاعه التليفون ممتازه بحيث ان اكتر من حد ممكن يتفرج على نفس الحاجه في نفس الوقت. كمان الشاشه مصنوعه بدقه فول HD 1080 في 1920، وكثافه بيكسلز 400 بكسل لكل بوصه، وده بيخلي جوده الالوان حلوه جدا، وكمان بيخلي درجات الابيض والاسود في التليفون واضحه ومش محتاجه ان انت تدقق فيها علشان تشوفها. من ناحية الأداء فبروسيسور التليفون هو سناب دراجون 616 أوكتا كور، ورامات التليفون وهي دي المفاجأة إن هي 3 جيجا بايت رام، وكمان مساحة التليفون التخزينات الداخلية 32 جيجا بايت، وممكن تزودها عن طريق إنك تضيف ميموري كارد خارجي. التليفون احنا لسه ما جربناهوش في الألعاب التقيلة والأبلكيشنز التقيلة، لكن هنجربه وهنوريه لكم في الفول ريفيو اللي هنعمله بعد كده. من ناحية السوفت وير فالجهاز بيجي بآخر إصدار من واجهة المستخدم الخاصة بهواوي، وهي ايموشن 3.1، وهي مبنية على نظام تشغيل اندرويد ليلي باب 5.1، وهي سهله جدا في الاستخدام وبسيطه، وفيها كذا شورت كات مفيد جدا، زي ان انت لو عملت كده بصباعك هتقدر تعمل سيرش على الابلكيشنز او المسجز اللي عندك. تقدر كمان تشوف الهيدن ابس لو عملت كده، وكمان تقدر ان انت تكستمايز في شكل الترانزيشنز ما بين الهوم سكرين وبين باقي السكرينز الموجوده، وتغير في شكلها وتضيف ويدجتس او تضيف وول بيبر. هنكلمكم برضو عن الانترفيس دي بالتفصيل في الفول ريفيو اللي هنعمله بعد كده. بالنسبه للكاميرا فالكاميرا خلفيها 13 ميجا بكسل، وفيها دول فلاش، وفيها كمان اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، وده اللي بيخلي الصور ثابته. لو انت بتصور بايدك مش بيطلع صور مهزوزه، وبيخلي الصور ثابته اكتر ما انت لو مش مستخدم OIS. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه هي 5 ميجا بكسل. زي ما احنا شايفين السوفت وير بتاعها سهل وسلس، ولكن احنا لاحظنا ان هو ما فيهوش مانوال، ان انت ما ينفعش تصور مانوال ان انت تظبط الايزو او الشاتر سبيد زي ما انت عايز، ودي شايفين ان هي حاجه مش كويسه قوي. سعر التليفون في السوق هو 3200 جنيه، واحنا شايفين ان ده سعر مناسب جدا بالنسبه لامكانيات التليفون اللي هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر في الريفيو اللي هنعمله المره اللي جايه. استنونا.